انا من النوع اللي انا بنسى بسرعه، او يا عم لاي سبب تاني، يعني انا مش عايز باسورد بعد ما اتعلمت الباسورد، عايز افكه بقى من على نفس الملف. ها، يبقى ركز معايا. انا دلوقتي اتعلمت الباسورد بيتعمل ازاي، عايز بقى افك الباسورد من على الملف. جميل قوي، هتدخل على الملف بتاعك تكتب الباسورد عادي خالص، هيفتح معاك الملف. هنمشي نفس الخطوات بالظبط، هنروح على قائمه فايل. اتفقنا، هنروح على قائمه ايه؟ فايل. وبعد كده هنروح لانفو، نفس الخطوات بالظبط. وبعد كده هنروح لبروجكت دوكيمنت. على فكره هي معموله بالاصفر هنا كده، ومعمول عليها حز ليه؟ علشان احنا كده عاملين باسورد، احنا عايزين بقى نشيل الباسورد ده اللي احنا عملناه، تك عليها. وهتروح لنفس الاختيار بالظبط اللي هو ويز باسورد. شايفين مكان الباسورد اللي احنا عملناه؟ شايفينه. نعمل ايه؟ شيله، نحذفه. تمام. وبعد كده اتك اوكي. وبعد كده هتخرج من الملف خالص. اخرج بقى من الملف خالص. هيقول لك انت عايز تحفظ التعديلات اللي انت عايز تعملها دي، عمال تعملها من ساعتها. اقول له طبعا سيف. تمام. حلو الكلام ده. حلو، هو كده شال الباسورد. طب احنا عايزين نتاكد، ندخل على نفس الشهاده تاني او الملف بتاعي تاني. اهو هنشوف هيقول لي باسورد ولا لا. اهو من غير اي باسورد ومن غير اي حاجه دخل عادي. يبقى احنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا اللي احنا ازاي نضيف باسورد وازاي نشيل الباسورد ده. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.